السلام عليكم، معكم ادهم همشري وحلقه جديده من اراوند ذا وورلد. النهارده هنتكلم عن 10 حاجات تعملهم في باريس. اول حاجه ممكن تعملها في باريس هو ان انت تتمشى في الشوارع بتاعتها، تتفرج على المباني وتتفرج على الشوارع وتشوف العروض اللي بتتعمل في الشارع. لكن خليني اقول لك ان باريس مش مجرد شوارع ومدينه زحمه وخلاص. باريس فيها واحده من احلى الحدائق العامه اللي في العالم لانها كانت مصممه للملوك. طبعا مش محتاج اقول لك انك طالما في باريس لازم تزور برج ايفل. ده واحد من اشهر المعالم في باريس، بس مش في باريس بس، ده واحد من اشهر المعالم في العالم كله، وبيجيله اكتر من 7 مليون زائر في السنه. حاول تروح برج ايفل الصبح وتروح برضه بالليل لان الاضاءه بتخلي شكله مختلف تماما. احسن حاجه ان انت تشتري تذكره برج ايفل اونلاين عشان تتفادى الزحمه وعشان تجيب احسن سعر. تعملها في باريس وهي ان انت لازم تزور متحف اللوفر، واللي يعتبر واحد من اكبر واهم المتاحف في العالم كله. طبعا اشهر حاجه موجوده في متحف اللوفر هي الموناليزا، ولكن في حاجات كتير جدا موجوده في متحف اللوفر حلوه وتستاهل ان انت تشوفها، ولكن دي هنبقى نعملها في فيديو نقول لك ايه اهم الحاجات اللي بتعملها في متحف اللوفر. وزي ما المتحف فيه حاجات كتير مهمه جدا ان انت تشوفها من جوه، فمنظر الاهرامات اللي في المدخل حلو جدا ان انت تتصور معاها. ولكن نقطه مهمه جدا وهي ان معظم الحاجات اللي جوه المتحف مكتوبه بالفرنساوي، فلو انت مش بتعرف فرنساوي الاحسن تاخد الاوديو جايد او يكون معاك نت فتقدر تسيرش على كل حاجه انت عايز تشوفها جوه المتحف على الانترنت. بمناسبه الكلام عن المتاحف، الناس اللي بتحب الفن لازم تروح متحف دورسي، واللي يعتبر واحد من اكبر المعارض اللي فيه شغل فنانين زي مونيه وفان جوخ. لوحه فنيه مرسومه، فان كوخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي لان ده الكوخ نفسه. تاني حاجه هي فيرساي بالاس، واللي كان يعتبر قصر الحكم بتاع الملك لويس ال14. فللناس اللي بتحب التاريخ والفن والفخامه لازم تروح تزور القصر ده. القصر يعتبر بعيد عن باريس سيتي سنتر، ولكن يستاهل ان انت تروح تقضي فيه يوم هناك. ونيجي بقى لواحد من اهم رموز باريس وهو ارك دو تريومف او قوس النصر. وللناس اللي حابه تطلع فوق ارك دو تريومف هيخليك تشوف شارع شانزليزيه كله، وهتشوف اماكن مهمه جدا في باريس. وبمناسبه الكلام عن الشانزليزيه، واللي يعتبر واحد من اهم الشوارع في باريس واللي مشهور جدا بالماركات العالميه والماركات الغاليه في الشوبينج. وطبعا هو بقى اسمه شارع العرب من كتر ما العرب بيروحوا هناك، وكل حاجه هناك تقريبا مكتوبه بالعربي، الصرافات، المحلات، كل حاجه. حتى الستريت بيرفورمانس اللي بتتعمل في الشوارع هتلاقيهم بيشغلوا اغاني عربي. وبالمناسبه دي في ستريت بيرفورمر كان خد 50 يورو من واحد هناك عشان شغل اغنيه خليجي، وانا لحد دلوقتي بحقد عليه. نيجي لسابع حاجه ممكن تشوفها في باريس، والنقطه دي مهمه جدا لاي حد بيحب يشوف حاجات غريبه. الكاتاكومبس، ودي تعتبر مقابر موجوده تحت الارض مفتوحه للسياح، فيها اكتر من 6 مليون هيكل عظمي وجماجم مرصوصين في اشكال محطوطين تحت الارض. سيبنا بقى من المتاحف والمقابر وخلينا نتكلم عن اسعد مكان في العالم، ديزني لاند. لو انت ما رحتش ديزني لاند قبل كده في اي بلد فلازم طالما في باريس تخلي ديزني لاند في خطتك. وخلينا ننهي كلام عن الاماكن بحاجه اساسيه جدا في باريس وهي الكنائس، وهقول لكم على اهم 3 كنائس في رايي. اول حاجه وهي كاتدرائيه نوتردام، والستايل المعماري بتاعها من بره شكله حلو جدا وممكن تخشها برضه من جوه ببلاش، ولكن خلي بالك ان الطوابير بتبقى كتير جدا قدام الكنيسه. تاني حاجه هي ساكريكور، والميزه في ساكريكور ان هي مبنيه فوق تل، فاحسن وقت تروح فيه هو وقت الغروب عشان تشوف الغروب من فوق باريس كلها. والمنطقه اللي حوالين الكنيسه هناك مشهوره جدا بالهيبيز والرسومات اللي موجوده في الشارع في كل حته. واخر كنيسه هنتكلم عنها هي سان شيبل، ودي مشهوره بالتصميمات الداخليه بتاعتها. وبكده نكون وصلنا للنقطه العاشره والاخيره وهي الاكل في باريس. اهم حاجه ان انت تبعد عن الاكل اللي حوالين الاماكن السياحيه لان هيكون غالي جدا، ولكن كل ما تبعد عن الاماكن السياحيه كل ما الاكل هيكون احسن وارخص. طبعا الاكل في فرنسا من احلى الاكلات في العالم، بالذات الحلويات زي الكرواسون والمافن والماكرونز والكريب والشوكولاته والايس كريم وحتى الهوت شوكليت. ولكن بما انك في باريس فلازم على الاقل تجرب اكله شعبيه من الاكلات بتاعتهم زي شوربه الضفادع والحلزون اللي بالسبانخ. الحلزونه يما الحلزونه، الحلزونه يما الحلزونه، خبيني يما يا حلزونه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتعمل سبسكرايب او اشتراك في قناه اليوتيوب عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشوف الفيديوهات الجايه. ويا ريت تكتب لنا في الكومنت ايه اكتر مكان نفسك تشوفه في باريس. اشوفكم الحلقه الجايه من اراوند ذا وورلد، وسلام.